الزهراء سلام الله عليها سألت أباها، قالت له: أبا يا رسول الله، ما لمن تهاون بصلاته؟ مو ما يصلي، لا، الما يصلي هذا اغسل يدك من عنده مولانا. زين، أول ما يحاسب به العبد شنو؟ الصلاة. لا لا، هذا شنو مولاي؟ يتهاون بالصلاة. أنا كاتب نص الرواية أخاف أنساها. زين، ما لمن تهاون بصلاته، اللي يتهاون بالصلاة. شنو يعني يتهاون بالصلاة؟ يعني يصلي مثلا سريع، ما تعرف الركوع من السجود، هاي واحد. لو لا يصلي صلاة الصبح يدمجها يخليها ويا من؟ ويا صلاة الظهر، وهو يعني هالمجرة يتهاون بالصلاة، يعني ما مهتم بالصلاة. اسمع الرواية، إنها سألت أباها، يا هي الزهراء سلام الله عليه: يا أبتاه، ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ اللي يتهاون بالصلاة شباب، اللي يتهاون بالصلاة شنو عليه؟ أبا يا رسول الله. الرواية في كتاب بحار الأنوار مجلد 80 صفحة 21، مجلد مستدرك الوسائل، كتاب مستدرك الوسائل مجلد الثالث صفحة 24. زين، فشنو اللي ذنب الذي يتهاون بالصلاة؟ قال: يا فاطمة اسمع، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله ب15 خصلة. اللي يتهاون بالصلاة الله يبليه بكم خصلة؟ 15 خصلة. شنو وين هذني؟ اسمع اخوانا، جدا مهمة هذه. قال: 6 في الدنيا، من هاي 15 6 في الدنيا، ايش قد ظلن؟ 9. و3 عند موته، وهو قاعد تطلع روحه 3 الله يبليه، ايش قد صار؟ 6 و3 9 بعد، و3 في قبره بالبرزخ، يعني ايش قد صار؟ 12. و3 يوم القيامة إذا خرج من قبره، ايش قد صار؟ 15. شنو أبا يا رسول الله هذني؟ عجيبة هذه الرواية والله، وأنا اخترتها متعمدا. قال: أما التي في دار الدنيا، كم وحدة قلت لك دار الدنيا؟ 6. أولا، يرفع الله البركة من عمره. عمره بركة ما بي، يولد ويعيش ويكبر ويخلف، لكن يموت وما حد يدري بيه. ليش؟ لأن عمره بركة ما بي، بس يموت هم ذكره يموت وياه. بس بعض الناس الله بارك بيهم، صح ولا لا؟ الآن العلامة المجلسي رحمة الله عليه صاحب كتاب بحار الأنوار، ميت لو حي؟ حي بالأصل، ما هو ميت، هو مات من زمان، بس بالأصل شنو مولانا؟ هاي البركة، هاي البركة بالعمر. بس بعض الناس يطب الدنيا طويل ويطلع من الدنيا هم طويل، لا يحل ولا يربط، ماكو شيء. هذا شنو؟ بركة بعمره ما بي. زين، هاي واحد. قال يرفع، هن 6. يرفع الله البركة من عمره، واحد. الثانية، يرفع الله البركة من رزقه. رزقه بركة، هو يشتغل، مرته تشتغل، بنته تشتغل، ابنه يشتغل، هو عنده شغلتين وبعد يصيح ما عندي.